مرحبا بالناس الكل، مرحبا بشركائنا في كل أنحاء العالم العربي. إن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله صيام مقبول وأعمال مقبولة يا ربي. وإحنا اليوم بعد العيد في شهر 4 في شهر أبريل، شهر حبيناه يكون مهم جدا. كما تعرفوا شهر أبريل شهر 4 موجود في التحدي ريكروتمنت اللي متاع شهر 3 4 5. في نفس الوقت حبينا أنه شهر 4 يكون متميز، وزدناكم شالنج آخر، تحدي آخر مهم جدا باش نحكيو فيه في الفيديو هذه. أول حاجة التحدي هذا يخص كل البلدان العربية المتواجدة فيها أربيع: تونس، الجزائر، ليبيا، الكويت، سلطنة عمان، الإمارات والسعودية. يهم كل البلدان هذوما، والشغل مش يهم المدراء وغير المدراء. الكلكم تجموا تربحوا في الشالنج هذا كما باش نشوفوه، لأنه احنا كله معتمد على أنك تحسن شغلك مقارنة مع شهر 1 و2 و3. نبداو بالربح. شنو هو الربح؟ شنو تنجم تربح؟ تنجم تربح رحلة إلى مصر وتحضر لافتتاح أربيع مصر، هذا مهم جدا. لكن في نفس الوقت عملنا تحدي بطريقة ذكية يخليك تقدر تربح رحلة مصر، ولا إذا كان ما ربحتش تربح حاجة أخرى، ولا تكون عندك الإمكانية أنك ما ربحتش أنك تقدر تمشي لرحلة مصر. وهذا شو نشوفوه. نبداو بالمدراء. المدراء مش يشتغلوا على رقم المعاملات لغير المدراء اللي عندهم في الفريق نتاعهم، مش يشتغلوا على without manager. احنا نقولوا اور مانجر اللي متعود يحكي بالفرنسية في تونس والجزائر، يعني هو رقم المعاملات من غير المدراء. نشوفوا شهر 1 و2 و3 معدل رقم المعاملات من غير المديرين. لازمك في شهر أبريل تشتغل أنك تطلع في الرقم هذا. كل 1000 اي سي تكون أكثر من المعدل نتاعك تربح 100 اي سي. تعمل 2000 اي سي أكثر تربح 200 اي سي. حتى إذا كان توصل 2000 اي سي تربح الرحلة لمصر. ناخذوا مثلا مثال واحد ما عملش 2000 اي سي، كان عنده معدل نتاعو 10000 اي سي، ونجح انه في شهر 4 يعمل 20000 اي سي، يعني 10000 زايده، يعني يربح 1000 اي سي. ال1000 اي سي هذه تعطيك خيارين. الخيار الاول هو انك تزيد تخلص، يعني تدفع 1000 اي سي وتمشي لمصر، لانك ما كملتش ال 2000 اي سي، لكن عندك نقصنا لك من المصاريف باش تمشي لمصر. والا تشري بهم قسيمه شراء، نقولوا بون داشا، قسيمه شراء تشري بها البرودكت اللي تحبه في أربيع بطريقه مجانيه. يعني حبينا نعمله بطريقه انك انت دائما رابح، كل واحد كيفاش يحب. اللي يحب يعاون نفسه انه يمشي لمصر وما ما قدرش انه يوصل 2000 اي سي، رابح ويقدر يزيد يدفع ويمشي. اللي ما يحبش يمشي وهذا خيار اللي هو يقدر ياخذ بها قسيمه شراء. دونك الناس الكل رابحين. ربح اخر موجود، بما انك انت اذا كان تشتغل على رقم من غير المديرين البونus نتاعك مش يرتفع. حاجه اخرى، اذا كان المدراء اللي معك في فريقك مش يشتغلوا على الشالنج هذا، على التحدي هذا، ومش يشتغلوا انهم يرفعوا في معدل غير المديرين، انت البونus نتاعك مش يزيد. شهر ابريل اعطيناكم كما تعرفوا الاكسلنس كلوب باش تعاونكم، بما انكم مش ترفعوا في رقم غير المديرين، مش تساعدكم في الاكسلنس كلوب، في الجولدن وفي السيلفر، مش تساعدكم حتى للي مش يشتغل على الدايموند. مش تكون هي وجدت في اول العام، تتسمى مازلنا في اول العام. حاجه مهمه جدا لانك تشتغل على اهدافك السنويه من شهر 4. وبالطبع باش نساعدوكم في الداشبورد، في لائحه البيانات اللي مش تشوفها في الابليكيشن نتاع اربيع، باش تشوف المعدل نتاعك. كل شريك يدخل فين ماشي يشوف الشالنجز، فين يشوف التحديات، باش يلقى تحدي رود تو ايجيبت، باش يشوف انه المعدل نتاعو من غير المديرين قداش، باش يعرف روحه ويتبع الاهداف نتاعو في شهر 4. في نفس الوقت غير المديرين اللي هما اشتغلوا في الاشهر الفارطه عندهم الامكانيه انهم يربحوا، وهذا مهم جدا انه يشوفوا الناس الكل انيميترز ومانجرز، مدراء وغير مدراء، يقدروا يربحوا رحله مصر، يقدروا يعاونوا انفسهم انهم يمشوا لمصر، ولا يقدروا يربحوا قسيمه شراء. وهذا يقعد حريه شخصيه لهم، ما نعطيهم المهم فما ربح، المهم موجود ربح. الامكانيه ليكم انكم تحسنوا في شغلكم في شهر 4 باش تربحوا اكثر. غير المديرين نفس الشيء، لكن ما نشوفوش، ما عندهمش هما
غير المديرين ما عندهمش رقم معاملات لغير المديرين، نشوفوا رقم معاملاتهم الشخصي مع رقم معاملات المباشرين. نعاود، رقم المعاملات الشخصي مع رقم معاملات المباشرين. في نفس الوقت غير المديرين يمشيوا للداشبورد نتاعهم في الابليكيشن RBA، يلقاو رود تو ايجيبت، يشوفوا المعدل نتاعهم رقم المعاملات الشخصيه مع رقم معاملات المباشرين، يشوفوا المعدل اللي يعملوه في شهر 1 و2 و3، لازم يعملوا اكثر منه، يشتغلوا انهم يعملوا اكثر منهم، هما يعملوا اكثر مبيعات ويحفزوا مباشرينهم انهم يعملوا اكثر مبيعات، باش كل 1000 AC زائده على المعدل يربح عليها 100 AC، وفي نفس الوقت يعمل 2000 AC مش يربح مصر، ولا يعمل اقل يقدر يدفع ويمشي معنا لمصر، والا ياخذ قسيمه شراء. بعد ما قلنا المدراء شنو ما لازمهم وشفنا الغير المدراء شنو لازمهم، نعمل تذكير انه المدراء لازم يعملوا تحسين مقارنه بمعدل رقم معاملات غير المديرين، والغير المديرين باش نشوفوا لازمهم يحسنوا في رقم معاملاتهم الشخصي زائد رقم معاملات المباشرين. وكل 1000 AC زائدة على المعدل تربح 100 AC، تربح 100 AC وبعد تعمل 2000 AC تربح 200 AC، تقعد يعني كيما الحصالة، تقعد يعني عندك حاجة تحصل فيها. إذا كان توصل ل 2000 AC، ال 2000 AC هذيك تخليك تمشي لرحلة مصر، وإذا كان ما توصلش تكون ربحت حاجة أما أقل من 2000 AC، تخول لك تعطيك خيارين. الخيار الأول هو أنك تكمل تدفع وتمشي لرحلة مصر، إذا كان أنت مثلا عندك 1200 AC تضيف 800 AC تدفعها وتمشي إلى مصر، وإلا أنك ال 1200 هذوما تأخذهم قسيمة شراء. نتمنى أنه يكون واضح، احنا متواجدين انه باش نعطيكم التفسيرات، باش تكون فيديوهات اخرى توضيحيه، ومش يكون زاد تريننج كما شفتوا. شهر 4 هو شهر تريننج بامتياز وشهر القرب لكم. ان شاء الله يوم 6 باش تكون ستريم يارد ومش تكون محاضره كبيره جدا لتقديم شهر 4 للشرق الاوسط كما عملنا في تونس والجزائر وليبيا. يوم 4 يعني بعد غد تقريبا، يوم 4 ابريل، يعني يوم 4 شهر 4 باش يكون يعني تقديم للاي شوب اللي هو المتجر الالكتروني المتطور اللي يعطي امتيازات كبيره للعملاء، ومش يعطيكم امتيازات كبيره جدا 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 وفيها ابتكارات كبيره مش تكتشفوها يعني يوم الجمعه ان شاء الله. مش تكون فما كوميونيكيشن، وفما يوم 7 ويوم 8 ويوم 9 تريننج في المنتجات، مش يكون يوم 15 تريننج في خطة الدخل، وش يكون يوم 25 تريننج كبير مش نقوم به أنا، مش يكون مفاجأة، مش نختاروا موضوع يهمكم ويهم النجاح في ميدان البيع المباشر. وممكن مش تكون مفاجآت أخرى، لأنه شهر أبريل شهر 4 مش يكون قرب كبير كبير كبير، وانتوما مش تعطيكم الحافز انكم انتوما تقربوا لفريقكم وتقربوا للواقع ولعملائكم بطريقة أن تكون شهر 4 هو شهر إنجازات بامتياز، هو شهر القرارات الكبيرة وشهر الإنجازات الكبيرة. وأربيا فور لايف.